سنة 54 وهو موجود في السويس، وكان بيأدي رسالته أيام الحرب 56 و67. والكشك الوحيد اللي كان على مستوى محافظة السويس اللي كان بيأدي الرسالة بتاعته أيام حرب الاستنزاف لحد سنة 73. الكشك دوت شاهد أحداث كتيرة جدا، وكان كل الكتاب والصحفيين، يعني كان في الوقت دوت مفيش الانترنت ولا في الفيسبوك ولا اي حاجه، كان هو الجريده والراديو فقط غير. فكان كل الشعب بتاع السويس كان بيجي يستنى الجرايد ينتظرها على اساس يعرف حرب الاستنزاف واستعداد مصر للحرب، لحد ما ربنا نصرنا في 73. والحمد لله برضه ما زلنا لحد النهارده بنأدي الرساله بتاعتنا في بيع الجرايد والكتب والمجلات، واحنا يعني ماشيين على نهج حماية الله يرحمه حسن السوداني، والحمد لله يعني لحد النهارده.